في كتب ما بتعلمكش، دي بتنورك وبتخليك تشوف نوايا خفية في تصرفات الناس، تشوف المصلحة وهي بتمثل دور المشاعر، الابتسامة وهي بتبدأ صفقة، والمجاملة لما تبقى تكتيك، والصمت هو الميزان الحساس اللي بيحسب أي كلمة قبل ما تتقال. واحد من الكتب دي هو الأمير، نقدر نقول إن هو الباب أو العدسة اللي من خلاله هتشوف أهل الجحيم على الأرض. الكاتب نيكولو ميكافيلي عاش في زمن كله مؤامرات وخيانات وعروش متنقلة، عاش في زمن اللي بيغلط فيه يوم بيتشال من التاريخ كله. السياسي الإيطالي ميكافيلي شاف الغدر مش كخطيئة لكن كأداة، وشاف القوة مش كجريمة لكن كشرط للبقاء. الأمير مش كتاب عن الشر، دي خريطة للعالم لما يسقط عنه الوهم، كتالوج للبقاء وسط زحام الذئاب. وأنا مش جاي أمجد وحوش ومسوخ العالم ولا جاي أهاجم النور، إحنا هنفكك اللعبة زي ما هي ونشوف العالم من الزاوية اللي الكل بيخاف يروح. المفتاح الأول، الغاية تبرر الوسيلة. في عالم العقول السؤال مش ازاي وصلت، السؤال وصلت ولا لا. النتائج هي اللغة الوحيدة اللي بيحترمها التاريخ، اما النوايا والاخلاق دي رفاهية ناس لسه واقفة بره اللعبة، لان في ساحة الحكم مفيش جايزة للتصرف الشريف، في عرش للي انتصر وكبور للي صدق العدالة، واللي يفوز بيكتب القصة للتاريخ والاجيال بتمجد القصة الحلوة. والغاية تبرر الوسيلة مش حكر على الملوك والسياسيين، ده العقل البشري بيستخدمها يوميا حتى في اتفه المواقف. لما واحد يرمي زبالة في الشارع مش عشان شرير لكن عشان مكسل يمشي لصندوق الزبالة، فيقول ما الناس كلها بترمي. هو هنا برر وسيلته القذرة بالواقع القذر حواليه، استخدم الفوضى كدليل ان الغلط عادي، والنتيجة اتحول الغلط عنده الحق مكتسب. ودي نفس الميكانيكية العقلية اللي السياسي بيشتغل بيها لما يبرر الفساد. التركيبة واحدة بس المقياس هو اللي بيكبر. زبالة الشارع، زبالة التاريخ، الفرق بينهم في الحجم مش في المنطق. الانسان اول ما بيلاقي لنفسه سبب بيقدر يعمل اي حاجة ويفضل شايف نفسه بريء، وده جوهر الميكافيلية، مش انها تشجع الشر لكن انها تبرر اي حاجه للعقل في سبيل المصلحه. اللي بدأ حرب بيقول عشان احمي وطني، وراجل الاعمال يقول اغش عشان السوق ظالم، والموظف يقول افتن عشان اترقى. ما كله بيعمل كده، كلهم بيدوا نفسهم نفس الرخصه اللي اسمها الغايه. ان الغايه تبرر الوسيله مش شعار للفساد لكن كتحذير للي بيفكر بالعقل البارد، لان اللي بيقدر يبرر غلطه بمنطق يقدر يبرر اي شيء، وان الفعل نفسه ما بيتقيمش الا بالنتيجه. غشيت عشان السوق بيغش، النتيجه انك غشاش. ودي خدها مننا، اي شر بدأ في الدنيا بدأ بخطاب كويس. المفتاح الثاني، الثعلب والاسد. ميكافيلي قال ان انت لازم تكون ثعلب واسد في نفس الوقت، يعرف ازاي يفادي الفخ زي الثعلب وامتى يفترس زي الاسد. وهنا احنا بنتكلم عن غريزتين من اشرس الغرائز، المكر والافتراس، ومفارقه كبيره بينهم، لان المكر بيتطلب هدوء وبرود، والافتراس بيتطلب سرعه وجرأه وقوه. وهنا الفكره انك تتنقل بين المكر والقوه كانك بتشيل قناع وبتحط غيره، لان الاعلان عن القوه يعد من اغبى الحاجات اللي ممكن تعملها ومن اهمهم. طب ازاي؟ لان اللي عايش دايما في دور الاسد بينتهي محاصر زي هتلر، اعتمد على القوه وفردة الصدر وغروره، ومع الوقت نسي الخداع والمرونه وان الذكاء سلاح اخطر من الدباب، فدخل كل معركه بزئيره وانتهى بصدى صوت زئيره جوه قبه. وفي المقابل في اللي عاش طول عمره بثوب الثعلب، يحسب كل خطوه ويفكر ان المكر لوحده كفايه، زي ميكافيلي نفسه اللي قضى عمره كله يخطط للحكام في مدينته فلورنسا اللي هي العاصمه الايطاليه وقتها. كان بيكتب نصايح للامراء وكان دايما بيحاول يمشي على الحبل بين السلطه والمعارضه، لكن يوم ما الحكومه بتاعته وقعت اترمى في السجن واتعذب واتنفى. الراجل اللي علم الملوك المكر وقع لان ما كانش عنده قوه تحميه، عنده عقل الثعلب لكن من غير انياب الاسد. لكن اللي بيعرف امتى يزقر وامتى يبتسم ده اللي التاريخ بيفضل يكتبه كامير. وفي امثله شريفه كتير اللي الناس عملت توازن بين الاثنين، لكن بما اننا دلوقتي بنشوف بعين الشر، كان في نابليون في اول حمله ليه على ايطاليا دخلها باتفاقيات ووعود، ضحك على خصومه وسابهم يناموا على امل السلام، وفي نفس الليله هجم عليهم بسرعه البرق. بدهاء الثعلب اخترق صفوفهم، وبشراسه الاسد مسحهم من على الخريطه. طبعا ده غدر، لكن بعد النصر سموه عبقري، لان النتيجه مسحت الوسيله والدم اتغسل بالمجد. وده بيفكرنا بحقيقه بسيطه جدا، ان العالم عمره ما احترم الطيب الساكت ولا احترم القوي الغبي. التاريخ دايما بينحني للي يعرف يبدل جلده حسب الموقف، اللي يعرف يكون ثعلب لما المكر ينقذه واسد لما الخطر يقرب. والله نفسي اقدم احترامي وتقديري لشخص دايما شايف فيه فن التخفي والقوه الحاضره، بس مش هينفع. لكن خلينا نكمل، ولو عرفتوا قصدي مين اكتبوا لي في الكومنتات. وفي النهايه ميكافيلي بيقول لو فضلت تلعب بوش واحد العالم هيحفظ وشك ويعرف خطوتك الجايه، لكن لما تبقى ثعلب في الظل واسد في النور محدش يعرف امتى تبتسم وامتى هتعض. وده مش درس في القسوه، ده درس في البقاء. ثالث مفتاح الامير الذكي هو من يتكيف مع الزمن والظروف. في لعبه القوه الزمن هو اللاعب الوحيد اللي دايما بيفوز، ما بيتعبش ما بيغلطش، بس بيسجل كل اللي وقف ضده في خانه المنقرضين. وعشان تفوز لازم تتحالف مع الفايز. رجال الثبات على المبدأ
المبدأ مش هيحبوا الجملة دي، بس الحقيقة ان الثبات وقت التغير ده نوع جديد من الانتحار البطيء. القوة مش انك تثبت، القوة انك تعرف امتى تثبت وامتى تتحرك، امتى تقف تتفرج على الدنيا وامتى تمشي معاها. خليني ارعبك يا حضرة وافهمك خطورة سرعة التطور حواليك عشان تعرف ميكافيلي كان بينبه من ايه في كلامه عن التكيف مع الزمن. اول مرة اتقال فيها كلمة ذكاء صناعي او AI كانت سنة 1956 في مؤتمر دارتموث في امريكا، ومن سنة 80 لسنة 90 طوروا حاجة اسمها اكسبرت سيستم بتحاكي طريقة تفكير الانسان، لكنها فشلت لان الاجهزة ما كانتش قوية كفاية. وفي 2006 العالم جيفري هينتون من جامعة تورنتو نشر ورقة بحثية سنة 2006 عن الشبكات العصبية العميقة، ودي بداية الرعب في عالم AI، واللي كانت السبب الاساسي ان الالات تبدأ تتعلم لوحدها من البيانات بدل ما تتبرمج. ولحظة الانفجار كانت من سنة 2011 لسنة 2012 لما الذكاء الصناعي تطور في سنة واحدة بقوة 10 سنين، ومن سنة 2013 ل 2014 بدأ يغزو كل الشركات العملاقة زي جوجل وامازون ومايكروسوفت. كلهم فهموا ان اللي يمتلك الذكاء الصناعي يمتلك المستقبل، وهنا الذكاء الصناعي لا اكبر كم اكل ممكن ياكله اللي هي البيانات. ومن 2015 ل 2016 بدأ يتعلم الوعي لما شركة اوبن AI تأسست، وكان هدفها ان الذكاء الصناعي يخدم البشر اكتر. وجات اللحظة المرعبة لما برنامج جوجل ألفا جو هزم بطل العالم في لعبة جو، لعبة تعتبر اعقد من الشطرنج 1000 مرة. الحدث ده بقى لحظة وعي جمعي، الذكاء الصناعي ما بقاش بيتعلم، بقى بيفكر. لحد هنا وهنقف عشان الحلقة ما تبقاش عن الذكاء الصناعي، بس هفكرك ان كل ده حصل لحد سنة 2016. النهاردة انت في سنة 2025، انت غير مدرك والعالم غير مدرك قوة الذكاء الصناعي واللي يقدر يعمله، والاف من الوظائف انتهت والاي اي بقى بيعملها في جزء من الثانية. حتى المهن الابداعية بقى يقدر يفكر ويعمل لك خطط واستراتيجيات ويعمل لك انظمة غذائية ويدربك ويفهم كل حاجة بتعملها في حياتك وهو يعملها مكانك. من 2016 لحد النهاردة قوته في المعالجة تقريبا اتضاعفت 10,000 مرة، وحجمه العقلي كبر 1000 مرة. يعني لو التطور البشري ماشي بالمتر، الذكاء الصناعي ماشي بسرعة الضوء. يعني للأسف انك تتعلم وتتطور ما بقاش اختيار، وده بالظبط اللي كان بيحذر منه ميكافيلي، ان الزمن الفائز الدائم على مر التاريخ ولازم تتحالف معاه بسرعة. ممكن ما تبقاش واخد بالك ان الزمن بيأذيك، بس هو كل يوم بياكل فرصك وبياكل قدرتك. والنهارده انا اقدر اقول لك ان كل ثانية انت بطيء فيها هي شكل راقي من الهزيمة. المفتاح الرابع: لا تعتمد على الجيوش او المرتزقة. في حلقة تصنع عيلتك بنفسك اتكلمنا عن ان اقوى مملكة هي اللي تصنعها بنفسك، وان المال ما يشتريش الولاء او العزوة. في زمن ميكافيلي ايطاليا كانت عبارة عن مدن متنازعة، كل امير بيحلم يبقى ملك، لكن اغلبهم ما بنوش جيوشهم، اشتروها. جنود بالذهب النهارده يحاربوا معاك وبكره يحاربوا ضدك بسعر اعلى، لان اللي تشتريه بمالك هياخدوا منك اللي يدفع اكتر. عشان كده ميكافيلي كتب وصيته للامراء ان اللي بيستأجر القوة بيدفع ثمنها مرتين، مرة بالذهب ومرة بالهزيمة، لان القوة اللي مش خارجة من ارضك ولا من ناسك ولا من دمك مش هتحميك، هتبيعك اول ما السعر يعلى. زعماء المافيا فهموا القاعدة دي قبل الملوك، عشان كده ربطوا الدم بالولاء. بنت زعيم تتجوز ابن زعيم، وعيلة تتشابك في نسب ومصلحة واحدة، لان اللي بينك وبينه دم مش هيطعن ظهرك بسهولة. وطبعا في السلطة بالولاء في اقوى من الدم، اللي بقوله لو سمعوا ناس غلط العالم هيبقى مكان اوحش. المستوى الاعمق من الدم في الولاء هو الإيمان. ميكافيلي كان بيتكلم إن القوة في الولاء، بس الواقع أثبت إن أقوى جيوش هي الجيوش المؤمنة. الجندي اللي بيحارب بالإيمان مش بيقاتل عشان فلوس أو عشان أرض، بيحارب عشان معنى أكبر، دينه ينتصر وربه ينتصر ولا يهان، بيحارب عشان الجنة. وطبعا الإيمان بيمنع الخيانة، لأنه بيصنع ولاء مستحيل تشتريه بمال. عشان كده أخطر أنواع الملوك اللي الدين ربطه بجنوده، وطبعا ده بيستخدم بشكل غير أخلاقي مش هشرحه. لكن نرجع لهدف ميكافيلي في كتابه، إنك إياك تثق في علاقات اساسها مالك، ان اياك تدي ظهرك لشخص يحميه بمرتب. مهما دفعت مش هيخاف عليك ولا يحميك غير اللي من دمك، لان اللي هتشتريه بمرتب هيبيعك بعرض. المفتاح الخامس: لا يجب على الامير ان يقترب من اموال الناس او شرفهم. ميكافيلي كان فاهم حاجه الناس ما بتحبش تسمعها، ان الخوف ممكن يحكم الناس، لكن الاهانه عمرها ما بتتنسي. الناس ممكن تتحمل الجوع او تسكت عن الظلم، بس اول ما تلمس كرامتهم او رزقهم كل صبرهم بيتحول لنار، وكل طاعه بتتحول لانتقام مؤجل. في عهد ميكافيلي الملوك كانت مفكره ان السيطره انك تملك كل حاجه، بس هو شاف بعينه امبراطوريات بتقع مش عشان ضعيفه، لكن لانها تجاوزت الحد اللي بيحميها من الناس. المال والشرف مش مجرد حقوق، ده ادنى خط للانسان قبل ما يتحول لوحش، مش هيسامحك حتى لو ركع لك. ميكافيلي كان فاهم طبيعه البشر كويس، عارف ان الخوف بيسيطر لحظه، لكن الكره بيورث، ينام في قلب جيل ويصحى في قلب الجيل اللي بعده. الامير ممكن يعيش مخوف شعبه سنين، لكن اول ما الكره يدخل قلوبهم جدران قصره هتتحول من حمايه لحصار
انتصار ليه. وهنا يا حضرة ميكافيلي مش بيخاطب امير او حاكم بعينه، المفتاح موجه لكل صاحب سلطة، كل مدير او قائد او اب، كل انسان ماسك مصير غيره في ايده. فبلاش تستخدم سلطتك غلط وتصنع عدو ساكت ومستني اللحظة اللي الزمن يقف فيها في صفه. تحياتي يا حضرات، وما تنسوش ان دعمكم هو اللي مخلينا نكمل، لان انتوا روح البرنامج وفريق العاصمة بيتعب، فانتوا كمان اتعبوا معانا. اتفضل يا حضرة.